بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات فانتازي فوتبول. الحلقه دي سبيشال جدا. ناس كتير جدا جدا موجوده على الانترنت، وشفتها في كل المواقع تقريبا وفي كل الصفحات. بيسالوا هي ايه لعبه الفانتازي اصلا. انا مش فاهم ايه لعبه الفانتازي. طب عايزين نفهم اي معلومات عنها. طب هي لعبه حقيقيه ولا ايه بالظبط؟ هي ببساطه جدا لعبه افتراضيه على النت. انت بتكون المدير الفني وفي نفس الوقت رئيس النادي. تمام. بيبقى معاك مبلغ معين بتشتري بيه اللعيبة، وبتحط التشكيلة اللي تعجبك، وبتختار الكابتن. تمام. وبعد كده بتروح تتفرج على المطوشة بتاعتك عادي وتنبسط وكل حاجة. وكل لعيب انت اخترته في فانتازي بتشجعه طبعا عشان يجيب لك نقط. في لعيبة تجيب النقطة بقى. وبتاخد نقط على اللعيبة على اساس اداء اللعيبة مثلا في الحقيقة. يعني مثلا هوجو لوريس مثلا لعب كويس النهارده، صد ضربة جزاء مش عارف ايه بتاع، بياخد نقط على الكلام ده. آه كل اللي فات ده كان مقدمة عن ايه هي لعبة الفانتازي. ببساطة هي لعبة افتراضية زي ما قلنا بس. تمام. انت بتكون فيها مدير الفني ورئيس النادي، بتشتري اللعيبة على قد الفلوس اللي موجودة، وانت بتحط التشكيلة اللي انت عايزها. تمام. طب هتقولي بقى بتتلعب ازاي؟ طب انا بسجل ازاي والكلام ده؟ احنا شرحنا قبل كده في فيديوهات على الصفحة بتاعتنا. تمام. ادي دوري الابطال والدوري الانجليزي والدوري الاسباني والالماني والمصري كمان. وكل ده كل واحد فيهم له بوست بتخش عليه، هتبص تلاقي بقى انا شارح برضو فيديو ازاي تسجل والكلام ده، ولينك التسجيل والكود بتاع الدوري بتاع الصفحه بتاعتنا والكلام ده. تمام. بختار 11 لاعب اساسي. تمام. واربعه احتياطي على قد الفلوس اللي معايا. يعني انا طبعا مش بمزاجي مختار مثلا هوتون او شيستر او روز مثلا، لا انا مختارهم على اساس الفلوس اللي معايا ما كفتش. مثلا انا جبت مثلا ستيرلينج ودي ماريا وسيلفا وكوستا وستوريج مثلا وهوجو لوريز. الفلوس اللي معايا بقى ما تخلينيش اجيب مثلا كل الكميه دي، فانا بضطر بقى ايه، يعني اوفق كده ايه. ده لعيب مثلا ب4 مليون، ده لعيب مش عارف ب5 مليون، بتاع على حاجات على قد الامكانيات. كوستا مثلا عامل 10، ستوريج عامل 11، ستيرلينج عامل 8 ونص، دي ماريا عامل 9 ونص، وهكذا. دي اسعار عاليه. انا هجيب لعيب بقى ايه ب3 وب4 والكلام ده على قد ايه الفلوس الموجوده معايا. تمام. على فكره اللعبه بتزيد كل اسبوع. يعني مثلا لو جينا هنا شفنا كده المهاجمين، اجويرو كان عامل 12 في بدايه الدوري، دلوقتي عامل 12 واحد وجايب 14 نقطه. تمام. فاللعبه اسعارها بتزيد برضه. دي كوستا كان عامل 10 و4، دلوقتي بقى عامل 10 و6. تمام كده. يعني انت لو اشتريت لعيب مثلا زي روني كده وجبته وما جابش جوان، وقمت جاي بايعه وبعد كده راح لقيته ربنا كرمه كده وبقى هداف وبتاع، تيجي تروح تشتريها تبص تلاقي سعره غلي طبعا. تمام. كل اسبوع ليك تغيير واحد بس. يعني انا مثلا ايه، ممكن مثلا الاسبوع ده مثلا لقيت داني روز مثلا مش كويس وفي مثلا سكيرتل مثلا احسن منه او حاجه، ممكن اروح بايع روز وجايب سكيرتل، مفيش مشكله، هتلاقي سعرهم برضو قريب من بعض. تمام. لو غيرت اكتر من تغيير، يعني كل تغيير، يعني مثلا انا طلعت داني روز مثلا ده ببلاش. تمام. حاجه اطلع مثلا شيستر ده بفلوس، هطلع بكام بقى؟ هيخصم مني 4 بونت. هطلع مثلا هوتون هيخصم مني 4 بونت كمان. تمام. فكل اسبوع لك تغيير واحد ببلاش. اي تغيير زياده بيبقى 4 بونت، بيخصم منك 4 بونت. التغييرات بتتسيف. يعني انا مثلا دلوقتي غيرت مثلا او حاجه، بقوم جاي مثلا عامل ميك ترانسفير. خلاص تمام، انا كده سيفت. هبص الاقي بقى ايه التسييفه دي مش هتسجل غير مع بدايه الاسبوع الجاي، قبل الاسبوع بساعه هتلاقيها متسيفه. تمام. ما اقدرش اختار اكتر من 3 لعيبه من نفس الفرق. يعني انا مثلا دلوقتي انا اختار مثلا ادي واحد من توتنهام، 2. لو جبت التالت خلاص ما اقدرش اختار اكتر من 3 من نفس الفرقه. يعني اقصى حاجه 3. تمام. انا جايب مثلا ستيرلينج وستورج من ليفربول، ممكن اجيب معاهم سكيرتل كمان وخلاص على كده قفلت. ما اقدرش ازود بقى واجيب مثلا مش عارف في الحارس وبتاع، لا هم 3 اقصى حاجه. تمام. طريقه بقى احتساب النقط هي مش معضله قوي ولا صعبه، لا هي سهله جدا.
اللي بياخد طرد، اللي بياخد انذار بيتخصم منه نقطه، تمام. اللي بياخد انذار تاني بيتخصم منه نقطه كمان، وبالتالي طبعا بياخد طرد، فبيبقوا ايه 3 بونت، بيتخصم منه 3 بونت، تمام. اللي بياخد طرد مباشر بيتخصم منه 2 بونت بس، تمام. اللي بيلعب 60 دقيقه كامله بياخد نقطه، اللي بيلعب 90 دقيقه بياخد نقطتين. الحارس اللي ما يخشش فيه جون على الكلين شيت بياخد نقطه. المدافع برضو بياخد نقطه، والمدافع او الحارس اللي يجيب جون بياخد 6 نقط. لاعب خط النص اللي يجيب جون، يعني دي ماريا مثلا جاب جون بياخد 5 نقط، تمام. يعني لو ايدر جاب جون مثلا، ديريك دير جاب جون مثلا هياخد ايه 6 بونت. دي ماريا جاب جون هياخد 5 بونت. دي كوستا جاب جون هياخد 4 بونت، لان هو المفروض مهاجم شغلته ان هو يجيب جوان بس، تمام. صناعة لعب، دي ماريا مثلا صنع كورة ولا حاجة بياخد 3 بونت، تمام. ضربة الجزاء هتجيبها، يعني اللي يجيب ضربة الجزاء مثلا ستيرلينج لعب ضربة الجزاء وجابها بياخد بونت. مش عارف سيلفا جات له ضربة جزاء وضيعها بيتخصم منه 2 بونت، تمام. لو الحارس مثلا صد 3 صدات مثلا من تحت قائمين العرض، بس صدات يعني صد 3 كور ملهمش حل بياخد نقطة، تمام. الحارس اللي بيصد ضربة جزاء مثلا بياخد 5 نقط، تمام. اللعيب اللي يعمل ضربة جزاء بيتخصم منه نقطة، تمام. اللعيب اللي يخش فيه، يعني المدافع اللي يخش فيه جون او الحارس يخش فيه جون بيبقى -1، بيخش فيه بتشال منه نقطة يعني. تمام كده. ولو اخترت مثلا كابتن، يعني مثلا دلوقتي لو اخترت مثلا دي كوستا كابتن، ودي كوستا جاب جونين، الجون مثلا ب4 يبقى 2 و2 ولعبت 90 دقيقة، دي كده 2 كمان بقى كده ايه 9 بونت، تمام. ال9 بونت دول وهو الكابتن يبقوا 18 بونت، تمام كده. يعني الكابتن بياخد الدبل، تمام. الفيرسس كابتن مثلا لو انا خليت مثلا ستيرلينج هو الكابتن الاحتياطي بتاعه، وديو كوستا مثلا زي ما انتم شايفين كده اتصاب طلع بره، سيلفا ستيرلينج لما يلعب هياخد لو مثلا جاب جون وبتاعه صنع جون هيبقى مثلا معاه 6 بونت ولا حاجه، ولعب الماتش كله بقى كده 8 بونت، الدبل هياخد 16 بونت، تمام كده. بس ادي الشرح البسيط للعبه، يعني شرح بسيط جدا. اتمنى يكون الشرح عجبكم، وان شاء الله يعني تستمتعوا باللعبه وتنبسطوا. على فكره معلومه، كل الناس اللي لعبت لعبه الفانتازي بقت مجنونه بلعبه الفانتازي، ما بقوش يقدروا يستغنوا عن حاجه اسمها لعبه الفانتازي على فكره. تمام. اخيرا اتمنى انتوا تعملوا لايك للصفحه ولايك للفيديو، وتشتركوا في مسابقات صفحتنا، تمام، في كل البطولات اللي احنا حاطينها، تمام. ولو في اي حاجه مش واضحه او حاجه ممكن تكلمونا برضو على الصفحه وهنرد عليكم ان شاء الله. شكرا، واتمنى تكونوا استفدتوا بحلقتنا. شكرا، سلام عليكم.